مساء الفل، اخباركم ايه؟ طبعا الاهلي تعادل مع سموحة 0-0. والله يا جماعة هو ماتش اصلا فيه عك كروي كتير. في بداية الشوط الاول مفيش اي هجم اصلا للاهلي ولا لسموحة. طبعا سموحة بتلعب بتكتل دفاعي، يعني هو اصلا النقطة بالنسبة له هو راضي بيها. يعني خلاص سموحة سيبك من سموحة، نتكلم على الاهلي. انا شايف في حاجات غلط كتير. يعني كولر من الشخصية اللي بتحب وتكره. يعني على سبيل المثال هو بيحب قفشة وبيكره الكندوسي، بيحب طاهر وبيكره كريستو، محمد الضوي كريستو. انا شايف ان في عجز تمام، اداء بجد في عك كتير. يعني مثلا انت شايف ان المنافس عندك في تكتل دفاعي وهو قاعد على الخط، مفيش فكر، قاعد في الدقيقة 80 لسه بيفكر يبدل، وكمان بيطلع اللعيب اللي كان بيجري وبيعافر هو كريم فؤاد. انا شايف ان في حاجة غلط. حتى في بداية الشوط الاول بيلعب امام وقفشة مع بعض ماشي، بس كنت ممكن تسيب حد بره يكون ورقة رابحة ليك، غير انك انت عملت 16 ركنية ما استفدتش بأي هجمة منها. يعني فريق زي الاهلي ما استفادش باي كرات ثابته. يعني على سبيل المثال مثلا اي فريق هيلاعب الاهلي بتكتل دفاعي يبقى انت لازم عندك حل تاني وهي الكرات الثابته. انت عندك مين اللي بيلعب ضربات راس؟ محمد عبد المنعم، مروان عطيه، صلاح محسن، بس. والباقي بقى ضربات حره، يعني مثلا امام عاشور، ممكن قفشه، ممكن السوليه، يعني انت ممكن حسين الشحات ممكن. ليه ما استفدتش ده؟ انا بشوف في التدريبات للنادي الاهلي ان هو بيتدرب على الفتنس بس الجري، ما بشوفش اي هجمات زي اوروبا. ما فيش اي تمرينات على الضربات الحره، ضربات الثابته، ما فيش اي حاجه. انا شايف ان المدرب ده لازم يراجع نفسه قبل، عفوا، لازم يراجع نفسه قبل فوات الاوان، قبل كاس العالم للانديه. انت هتلاعب زد الماتش الجاي، يعني الماتش اللي قبل التوقف الدولي الجونه اتعادلت معاه 1-1، والماتش النهارده 0-0، وماتش زد الفريق الاقوى من النهارده. يعني سموحه اصلا يعني اداؤه اصلا كارثي الماتشات اللي فاتت، ده مهزوم من الزمالك 5 او 6-0. وقدام الاهلي بجد تكتل دفاعي، والاهلي اصلا مش عارف يفك التكتل ده ازاي. اتمنى من اداره الكوره، اتمنى من الكابتن الخطيب يشوفوا حل مع كولر. ده اللي عندي دلوقتي، اشوفكم في فيديو جديد، سلام.